كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب يا رب ما يقطع لنا عادة ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. قدرنا يا رب على فعل الخير، وكتر يا رب من اللايك والشير. احلى شهر في السنة شهر رمضان، واستعداداتنا زي كل سنة لازم تكون حاجات خفيفة وبسيطة، ولكن علشان تفرق في نفسيتنا وفي يومنا ويكون شكل الحياة شوية مختلف. كل سنة بحب اجيب شوية حاجات حتى لو بسيطة جدا جدا لرمضان، تغير كده من شكل البيت ومن شكل الحياة العادي، علشان نحس بالشهر ده في السنة، لان احنا في غربة ويمكن هنا مش زي مصر، ما بنحسش قوي بكل حاجة. فانا بحاول بقى احسسهم غصب عنهم في البيت واجيب لهم كده شوية زينة وشوية حاجات جديدة. فالنهاردة حابة افرجكم على الحاجات اللي انا جبتها وطلبتها علشان رمضان. اول حاجة جبتها دي انا كنت جايباها من مصر، عبارة عن، تعالوا نشوفها كده مع بعض. فتح من اوكي، لازم تتفتح كده اهي. دي اللي هي بتوع المطبخ اللي بنمسك بيهم الصواني، ومكتوب عليهم رمضان كريم جوانتي، والتانية شكلهم حلو قوي قوي، وزي ما انتم شايفين كده يعني رمضان قوي، يعني رمضان فايبس. موجودين على فكرة على نون. كمان جبت من على نون دول علشان التلاجة، انا كنت جايباهم من الاجازة اللي فاتت وكانوا موجودين عندي، وبيتحطوا كده كمفارش للتلاجة. شايفين برضو رمضان قوي، فالتلاجة كلها هتبقى رمضان، والماتيريال بتاعتهم بتبقى بلاستيك. انا اصلا بحط دول دايما في التلاجة بس اشكال عادية، لكن المرات دي هتكون اشكال رمضانية بحتة، وسعرهم رخيص قوي قوي قوي. اللي بعده بحب اغير بقى شويه كده في الشكل بتاع الاطباق والسفره، فالسنه دي انا لقيت دول موجودين عند فولفورت. دي عباره عن اطباق كده ممكن نقدم فيهم اي حاجه، يتحط فيهم رز، يتحط فيهم اي حاجه. شكلهم حلو قوي قوي، والواحد كان سعره بس يورو، فانا جبت منهم كتير، جبت حوالي 6، لان سعرهم حلو جدا جدا، وكان عليهم خصم زي ما انتم شايفين. وطبعا شكلهم رمضان قوي، يعني النجوم دي رمضان، وانا عندي كمان نجوم كبيره، اطباق اللي هي كبيره شكل نجمه، فهيبقوا طقم يعني. بس دول فيهم هنا حرف ذهبي، ده ما كانش في اللي عندي، بس فسعرهم حلو وموجودين زي ما قلت لكم في فولفورت. اللي بعده ده مفرش للترابيزه، مش عايزه افتحه بس عشان ما يتبهدلش دلوقتي، بس الرسمه بتاعته واضحه. بيكون بلاستيك وبيتحط على الترابيزه، بيحميها طبعا من اي حاجه، ترابيزه السفره او اي ترابيزه هتاكلوا عليها. وصراحه حلو جدا وسعره رخيص، وموجود على تيمو. هحط لكم صورته على الويب سايت، وهكتب لكم هنا كده كود الخصم بتاعي على تيمو. لو انتوا اول مره تجربوا الابليكيشن هيخصم لكم 100 يورو، يعني خصم فظيع. وده طبعا سعره حاجه بسيطه قوي قوي، وعندهم كل حاجات رمضان. اللي بعده بعد كده انا جبت ده، بس للاسف جالي مكسور. انا كنت جايباه وجالي مكسور، فمش عارفه اعمل فيه ايه، مش عارفه اصلا هينور ولا لا، بس انا ممكن احطه كده بس كديكور، لانه هنا كان فيه كده ازاز وهنا كان فيه ازاز، بس اتكسر في الشحن للاسف. بعد كده عندنا دي بقى اكتر حاجه انا متحمسه لها. اوه شكلها حلو جدا، استنوا بقى اشغلها عشان اوريها لكم عشان تعرفوا ده ايه وتركزوا معايا. وبعد كده اخر حاجه معانا النهارده في زينه رمضان هي دي اعتقد الناس كلها عارفاها، واعتقد الناس كلها عندها منها. انا عندي اضواء كتيره قوي قوي رمضان، بس ما عنديش الشكل بتاع الهلال والنجمه ده، فحبيت يعني اكسر الملل بتاع نفس الاضواء بتاعت كل سنه، واحط الشكل ده. وهحط لكم هنا صورته وهو منور. بيشتغل بالبطاريات علشان اقدر احطه حتى لو بعيد عن الفيشه. انا اللي اخترت ان انا اجيبه ببطاريه، وخلوا بالكم انه بيبقى فيه منه ببطاريه وفي منه بفيشه، بس ابو بطاريه ده بيكون افضل، لان انت تقدري تحطيه في اي مكان في الاوضه، مش شرط تكوني مرتبطه بمكان الفيشه.
معلش بقى الجزء ده ما اتصورش وانا قاعده، فصورته تاني بعد كده. حبيت بس اوريكم الكام حاجه الاخيره اللي انا جبتها. جبت دي علشان احط عليها الصوصات والكلام ده جوه التلاجة، واحنا بنرتب التلاجة مع المفارش اللي انا وريتها لكم بتاعت رمضان. هتطلع شكلها حلو جدا جدا، وهتسهل كمان لو حاجات لجوه في التلاجة ما تضطريش تطلعي كل اللي في الاول. فبصراحه عمليه قوي، وكانت نازله في اكشن، وكان سعرها تحفه. من محل اسمه ديبوت مشهور قوي برضو هنا، لقيت القطعة دي بتتحط على السفرة، وكان ب7 يورو. بيتحط عليها الاطباق بتاعه السفرة. تعالوا اوريكم كده مثال للموضوع ده. بصوا مثلا كده، بس تقدروا تحطوا بقى كل الاطباق وبتبقى شكلها حلو، وتقدروا تشيلوا كده الاطباق بيها. بصراحة شكلها حلو قوي، وحبيتها انها ذهبي، فهتمشي مع الديكور بتاع رمضان اللي انا هعمله ان شاء الله. وكمان كنت جايبة قبل كده دول، مش عارفه طلعوا معايا في فيديو قبل كده ولا لا، اللي هم بتوع النابكنز او بتوع المناديل بتاعه السفره دي، ومكتوب عليهم بسم الله. برضو حلوين قوي قوي وشكلهم تحفه. موجودين على تيمو، هحط لكم اللينك بتاعها تحت، وكمان هحط لكم الكود بتاع الخصم اللي بيخصم 100 يورو لو انتوا كتبتوه في خانه البحث جوه الابليكيشن، فهتاخدوا خصم 100 يورو. زي ما قلت لكم دول موجودين على تيمو، وموجود منهم الذهبي والفضي. والحامل ده انا جايباه من عند ديبوت، المحل ده مشهور قوي، موجود في كل المولات. بعد كده جبت ده كمان من ديبوت، برضو نفس المحل اللي هو بتاع الحامل ده. جبت القطعة الغريبة دي، بصوا يعني بجد شكلها خطير. دي فازة بتاعت ورد، انا طبعا طالعة اهو. الو، وهنا سعرها اهو 10 يورو، بس اعتقد كان عليها ساعتها خصم، يعني انا واخداها بخصم عن كده. بس بجد شكلها حلو قوي وشكلها شيك. وجبت لها كمان ورد جديد، هتطلع تجنن. جبت لها برضو ورد ذهبي، فهي تبقى كلها ذهبي في ذهبي. واضح قد ايه انا بحب اللون الجولد في كل حاجه. وبجد القطعه دي عجباني جدا، ومتحمسه قوي ان انا اجربها ان شاء الله. بصوا بقى اشكال الورد اللي انا جبته للفازه، هيبقى طالع حلو قوي. انا مش عارفه الصوره مش عايزه تبينه كله، بس شكله خطير. عامل شبه القمح كده، بس لونه مدي شويه على زيتي، وعشان اخليه ماتشي ماتشي وزي ما قلت لكم يبقى ذهبي قوي. جبت له كمان هحط معاه دول. برضو كل الحاجات دي من عند ديبوت، عندهم تشكيله ورد وحاجات كده خطيره. الحاجات دي كلها على فكره ورد طبيعي، بس معمول له يعني كفر علشان يتحفظ. فكل الحاجات دي طبيعيه، ده بلاستيك، بس برضو حسيته شكله خطير، وهيبقى حلو قوي قوي مع الفازة اللي لونها ذهبي. فهيبقى شكلهم كده تقريبا يعني مع بعض. هحطهم في الفازة الذهبي اللي انا لسه موريها لكم، هيطلعوا شكلهم يجنن. وطبعا هتشوفوا كل التنسيقات والاشكال دي في اما اخلص يعني الزينة بتاعت رمضان. كان الفيشة وبس كده. حلوين، ده كان كل حاجة لفيديو رمضان. يا رب ينعاد عليكم بالخير، وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، وتكتبوا لي تحت كومنت برأيكم في الفيديو. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.